أهم 5 أسباب بتمنعك تبني أكبر كتلة عضلية ممكنة طبيعيا. خليكم معايا. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دولاس فيتنس جايد. الفيديو بتاع النهارده هو فيديو خريطه شامله هتبقى معاك في النهايه، تقدر ان انت توصل النقط بتاعتها ببعض عشان تعرف فعلا انت مشكلتك الحقيقيه ايه. وهي دي الطريقه اللي انا بعتمدها لما بيجي لي اي شخص جديد في المتابعه الاونلاين عايز يبني كتله عضليه، سواء كان شخص لسه بادئ بنحط المبادئ دي من الاول، او شخص بقاله فتره بيتمرن ووصل لمرحله بلاتو ما بقاش عارف ان هو يعدي المرحله دي ومش عارف مشكلته الحقيقيه فين. فانا لميت الكلام دوت في شويه نقط بسيطه هنا هتناقش معاكم فيها. حطيتها على الموبايل قدامي لان الساعه 6 الصبح يوم الجمعه فيديوهات يوم الجمعه بتاعت الجيم الصبح بيبقى الجيم فاضي، بحب ان انا اسجل لكم حاجه لطيفه. فانا لسه بفوق وبصحى، ضربت دبل اسبريسو كده على السريع عشان اقدر اجمع الكلام، لكن ان شاء الله هيبقى فيديو مثمر ومفيد جدا جدا. ففي بدايه الفيديو حاول ان انت تساعدني عن طريق اللايك والشير للفيديو، وطبعا لو مش مشترك في القناه او مش مفعل جرس التنبيه اتمنى انك تعمل ده دلوقتي. اعمل ده في بدايه الفيديو عشان ده بيدي الفيديو دفعه في اول نزوله وبينشره بشكل كبير جدا لمجموعه كبيره من الناس. هنقسم الفيديو بتاعنا ل5 نقط اساسيه. ال5 نقط دول انا عايزك تركز في كل نقطه فيهم، لان كل نقطه فيهم جواها شويه حاجات كده ممكن تبقى واقعه منك. اقعد، بتكلم بجد، او اقعدي انت كمان، امسكوا ورقه او قلم وايدوا النقط اللي انا بقولها دي وشوف كام نقطه واقعه منك وابتدي اشتغل عليها في خلال الفتره الجايه، واوعدكم ان فعلا هتلاقوا تغيرات رهيبه في خلال فتره قصيره ان شاء الله. اول حاجه هو النقطه بتاعه التدريب، والنقطه بتاعه التدريب او التريننج عامه. اول حاجه لازم نراعيها فيها هم حاجتين، الافورت والاكسكيوشن. ايه الافورت وايه الاكسكيوشن؟ انتوا بتبذلوا مجهود قد ايه في العده؟ دايما كده لما بحب اتكلم عن التدريب بقول ان وحده قياس المجموعه بتاعتنا هي العده الواحده. هل كل عده فيها مجهود؟ طيب هل كل عده شبه الثانيه؟ ده الجزء بتاع الاكسكيوشن، الاداء بتاع الحركه. المدى الحركي بتاعك عامل ازاي؟ هل في بدايه المجموعه بيبقى المدى الحركي بتاعك كويس وبعد كده بيبتدي يقل تدريجيا لما تبتدي ان انت تتعب على مدار المجموعه ولا لا؟ لازم اول عده تبقى شبه اخر عده، لكن الفرق ما بينهم وما بين بعض هو سرعه العده، لان انتوا كل ما بتقربوا من الفشل العضلي بتبتدي سرعه العدات بتاعتكم تقل تدريجيا لحد ما توصل لصفر، اللي هو الوزن ما بيتحركش. وقتها يبقى انت وصلت للفيلير او للفشل العضلي. اختياراتك في التمرين حاجه مهمه جدا، لان اوقات كتير جدا بيبقى ناس عندها الليميتيشنز، بيبقى في تمارين ما بتقدرش ان هي تقوم بيها بشكل كويس وبتتمرنها عشان شافت حد بيتمرنها. فمش معنى ان انت شفت حد بيتمرن تمرين ما ان انت لازم تتمرنه. من الاخر كده انت كل اللي انت محتاجه ان انت تلعب كواليتي سيتس، مجاميع فيها كواليتي. احنا بنقيس على مدار الاسبوع عدد المجاميع التدريبيه شديده القوه. انت بتلعب كام مجموعه؟ انت محتاج ما بين 10 ل 20 مجموعه تدريبيه شديده القوه على مدار الاسبوع بتاعك للعضله الواحده. قسمهم يعني على يومين فيما اكتر على حسب النظام التدريبي اللي انت بتتبعه. وفي نفس الوقت لازم تبقى فاهم ان انت في البدايات مش محتاج فوليوم كبير خالص ولا حاجه، يعني خليك في اتجاه ال10 مجاميع تدريبيه، حط فيهم مجهود كافي، حط فيهم اداء حركي مظبوط. من الوارد ان انت في البدايات تبقى مش فاهم اصلا يعني ايه فشل عضلي ومش عارف تقرب منه. فانا بنصح اي حد جديد في اللعبه ان هو يشوف يا اما صديق عنده خبره عاليه في اللعبه يشده كده من ايده ياخده معاه ويبتدي ان هو يقربه من الفشل العضلي ويساعده ويبقى عامل امان وعنصر امان ليه يساعدك في الاول ان انت تقرب او توصل للفشل العضلي،
او ان انت تشوف حد على الفلور، شخص مدرب كفء عارف هو بيعمل ايه يساعدك في ده، او ان انت تلجا للاونلاين كوتشنج. طبعا في الاونلاين كوتشنج يعني مثلا عندي هتلاقي ان انا بخلي الناس تصور الفيديوهات بتاعتها بشكل يومي، ابتدي ان انا اقيم الاداء الحركي بتاعها وقربها من الفشل العضلي، وابتدي اعدل ده بشكل يومي لحد ما فعلا الشخص يوصل للحاجه المظبوطه اللي هو المفروض يعملها بشكل يومي. تاني نقطه عندنا هي عمليه الكالوري سيربلس، اللي هو زياده السعرات الحراريه. والعمليه مش عبيله واديله. ليه؟ مبدئيا لازم تعرفوا ان الاشخاص زيادات السعرات او كميات الاكل اللي هم محتاجينها هتفرق من شخص للتاني على حسب حاجات كتير جدا. في اشخاص سيدنتري ما بتتحركش خالص، وفي اشخاص اكتف جدا 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 طول النهار بتتحرك، فبتحتاج كميات اكل اكبر. فاذا في عوامل هتحدد انت محتاج تاكل قد ايه. بدون الدخول في تفاصيل، انا هديك طريقه سهله قوي تسهل عليك عمليه الكالوري سيربلس او زياده السعرات الحراريه. ابتدي اول حاجه بالبروتين انتيك بتاعك. انا دايما بشوف كده ان الجايدز الافضل اللي بيسهل على الناس كلها 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنك. ابتدي ان انت وانت بتعمل الدايت بلان بتاعك حط البروتين قبل اي حاجه، وحاول ان انت تخلي اغلبيته جاي من دايركت سورسز، من مصادر بروتين حقيقيه، مصادر حيوانيه. مفيش مشكله في المصادر النباتيه، لكن خلي الاغلبيه جايه من مصادر حيوانيه. بعد كده ابتدي ان انت حط الفاتس بتاعتك، ولازم لما تيجي تحط الفاتس تركز ان هي تبقى كلها داخلالك من unsaturated fats، سواء كانت بولي unsaturated او مونو unsaturated fats. انت محتاج نص جرام لجرام لكل كيلو جرام من وزنك. ده للاشخاص الطبيعيه. طبعا الاشخاص اللي بتاخد هرمونات موضوع الفاتس مش مهم خالص، مينيمال بالنسبه لك، لان هرمونيا الموضوع مش مهم خالص، لان اوريدي داخل لك هرمونات من بره، فمش قصه كبيره خالص يعني. فالكلام دوت للاشخاص اللي بتتمرن طبيعي. مع الوقت هتبقى انت كميات الساتوريتد فاتس اللي داخله من البروتينات بتاعتك هي كده كده هتبقى متحدده غصب عنك، نتيجه ان البروتينز بتاعتك كده كده داخل فيها ساتوريتد فاتس او دهون مشبعه. انت بتملى باقي الدهون من الانساتوريتد فاتس. هتملى بقى باقي السعرات الحراريه بتاعتك منين؟ هتملاها من النشويات، مع مراعاه اللي هقول لك عليه. نسب الزيادات الاسبوعيه المفروض تتراوح ما بين ربع لنص في المية من اجمالي وزنك اسبوعيا. طيب الربع لنص في المية انت تختار ايه فيهم؟ الشخص المبتدئ نص في المية، الشخص اللي بقاله فتره بيتمرن ربع في المية. من الاخر كده، كل ما بتزيد عمرك التدريبي كل ما بيبقى طبعا قدرتك على بناء العضلات اقل شويه. فاذا انت محتاج ان انت تحدد انت موجود فين وتبتدي ان انت تتراك ده. ولازم تركز ان انت من الاخر كده دايما بنقول don't get too fat too fast، بمعنى ما تتخنش بسرعه، ما تزيدش بسرعه. الارقام دي محطوطه عشان تساعدك ان انت تبقى عارف ايه الحدود بتاعتك، لان بمنتهى الاختصار زياده الدهون زياده عن اللزوم كده كده هتزيد شويه دهون، لكن الزياده عن اللزوم هتؤدي الى ان انت توقف عمليه بناء العضلات او البالكينج بتاعك، وتتجه ان انت كل شويه تعمل ميني كات وتفضل تلف في الدايره دي ومش هتعمل حاجه. هتلاقي ان انت الانسولين سنسيتيفيتي بتاعتك بتقل، حساسيه الانسولين بتقل بشكل كبير لو ان انت نسب زيادات الدهون كانت عاليه قوي. فاذا لما بتحجم عمليه زياده الوزن بيبقى الموضوع كنترولد وسهل. فاذا انت لازم تتعلم ان انت تتراك. وهديك نصيحه بسيطه، حاول ان انت تقلل التغييرات بتاعه الاكل كل شويه عشان تعرف ان انت تتراك بشكل مظبوط، لان الاكل ليه فوليوم وليه وزن الى اخره. فكل ما هتقعد تغير كل شويه في اكلك كل ما هتبقى عمليات الوزن بالنسبه لك الشخصيه، اللي هو ان انت توزن نفسك الصبح، فيها مشكله. يوم وزنك عالي قوي يوم وزنك واطي قوي، فهتلاقي نفسك تهت ومش عارف تعمل حاجه. فركز ان انت تقلل الفاريابيليتي في الاكل بتاعك. اهم حاجه بقى اللي الناس بتغفل عنها، ما تغفلش عن المايكرو نيوترينز. يعني من الاخر كده كل خضار وفاكهه. لو جمعت العوامل دي كلها في النيوتريشن هتقدر ان انت تسيطر على عمليه النيوتريشن بتاعتك بشكل مظبوط. ثالث نقطه عندنا هي عمليه الريكفري او الاستشفاء. في جمله شهيره جدا بتقول ان انت من الاخر كده ما تقدرش ان انت تعمل اكتر من اللي انت تعرف تعمل منه ريكفري. يعني you can only do what you can recover from. لو انت ما بتعملش ريكفري
مش هيحصل اي حاجه. ولازم تفهم ان انت ما بتكبرش في الجيم. الجيم وسيله عشان تكبر، انت بتكبر وانت بترتاح وانت نايم while you're resting. فاذا عمليه الريكفري هي عمليه مهمه جدا جدا عشان تقدر تحقق اللي انت عايز توصله. محتاج ان انت تظبط عدد ساعات النوم بتاعتك، تحط تارجت وتحققه، ومحتاج ان انت تهتم بالكواليتي بتاع عدد ساعات النوم. عندك فيديوهين مهمين جدا على القناه تقدر ترجع لهم عشان تعرف انت محتاج تعمل ايه في عمليه النوم بتاعتك. ده بجانب ان النيوتريشن هيخدم عمليه الريكفري، فلازم تهتم بالبري والبوست ورك اوت نيوتريشن بتاعك عشان تعرف تريكفر بشكل كويس جدا. وطبعا لازم يكون في فائض من السعرات يسمح ليك بان انت تعمل ده. نقطه مهمه جدا ان انت لازم تفهم ان مش كل الناس تقدر ان هي تريكفر من 6 ايام تدريب شوك. ففكره ان انت تبقى شخص مبتدئ وداخل الجيم عايز تلعب بوش بول ليج ده كلام فارغ. انت محتاج تتمرن 4 ايام، هيبقى حاجه كافيه جدا بالنسبه لك. تحط عدد مجاميع فيهم وفوليوم كويس، تعمل فيهم بروجريسيف اوفرلود، تأيد اوزانك وتعمل بروجريشن بشكل اسبوعي سواء كان في العدات او في المجاميع. ده كافي جدا ليك ان انت تتطور، وهو ده اللي هيخليك تتطور، مش ان انت تتمرن اكتر. لان انت لو اتمرنت اكتر من اللزوم هيحصل حاجه من الاثنين: يا اما مش هتعرف تعمل ريكفري، يا اما الكواليتي بتاعت التمرين هتقع تحت. فاذا انت محتاج ان انت تركز ان انت من الاخر كده الشخص الذكي هو اللي بيعرف يعمل اقل وياخد منه اكتر. فانت في البدايات مش محتاج خالص 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 اول سنتين ولا حاجه مش محتاج اكتر من 4 ايام تدريب يعني اطلاقا. ابر لور سبليت هتبقى حاجه كويسه جدا، مرتين في الاسبوع. ركز ان انت تبتدي في اللور اند بتاع الفوليوم بتاعك 10 مجاميع تدريبيه في الاول، وابتدي درجهم مع الوقت لحد ما توصل لل20. لما توصل لمرحله ان الفوليوم بتاعك بقى كتير زياده عن اللزوم في ان هو يتحط في سيشن واحده، تبتدي توزع الفوليوم على سيشنز ثانيه وتضيف يوم تدريبي ثاني وهكذا. ففكره ان انت توصل ل6 ايام تدريب من الاول دي حاجه صعبه جدا. يعني انا بقى لي 13 سنه بتمرن وانا بتمرن 5 ايام على فكره. فيعني الموضوع مش بالكتره خالص، ومش كل الناس هتعرف تريكفر من عدد ايام التدريب وكميه الفوليوم المرعبه دي. رابع نقطه عندنا هو الاسترس، والاسترس ده هو المدمر بتاع كل حاجه في حياتنا. لما نيجي نتكلم عن الاسترس، هو الاسترس ليه اشكال كتير قوي. حاجات ليها حاجه علاقات بتاعتك، حاجات ليها علاقه بالعلاقات بتاعتك. ستريس ليه علاقه بالعلاقات بتاعتك يعني. ستريس ليه علاقه بشغلك، ستريس ليه علاقه بالضغوطات الماديه اللي عليك. مشكله الاسترس ان هو بيسرح في حياتنا كده، بيأثر على الريكفري بتاعك، بيأثر على النوم، بيبتدي ان هو يخليك متشتت في حياتك وبيبوظ الكواليتي بتاعت الحياه كلها. دايما الاشخاص اللي هم مضغوطين جامد قوي هم الاشخاص اللي عندهم مشكله في التنظيم او في الاورجنايزيشن بتاع حياتهم. كل ما هتبقى منظم وسكيدجولد اكتر وتبتدي ان انت تفرد الحاجه كده بالورقه والقلم، كل ما هيبقى عندك قدره اكتر على ان انت تمانج الاسترس. لان انت الحاجه السكيدجولد اللي انت المفروض ان انت فاهم ابعادها ايه وعارف المفروض تخلص امتى وتتنفذ امتى، لما ده بيحصل بيقلل الضغوطات النفسيه عليك. لان انت في نهايه اليوم بتبقى قدرت ان انت تعمل انجاز. دايما اتعامل مع حياتك بشكل ان انت عندك اهداف يوميه، كل يوم انت عايز تعمل حاجات محدده. دايما كده المتدربين عندي بخليهم يعملوا حاجه اسمها list of non-negotiables، حاجات ما ينفعش ان انا اخش السرير بتاعي غير لما احققها. الحاجات دي ممكن تبقى ريليتد للتمرين، ممكن تبقى ريليتد للدايت، ممكن تبقى ريليتد لشغلك، لحياتك، لدراستك، لوات ايفر. التعامل مع الحاجات دي بشكل ممنهج وبشكل منظم، بحيث ان انت عامل كونتراكت مع نفسك كده. انا بخليهم يعملوا كونتراكت، يكتبوا الحاجات دي ويمضوا الكلام ده بايديهم. على فكره عمل كونتراكت مع نفسه ان انا مش هخش السرير بتاعي غير والحاجات دي متنفذه بشكل يومي. ده بيقلل الاسترس. ليه؟ لان انت عرفت تعمل اورجانيزيشن لحياتك وقلل وقتك على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتسرق منكم وقت كتير قوي تعرفوا توظفوه في حاجات فعلا اهم بكتير منها. مفيش مشكله ان انت تقعد تتفرج على فيديو زي ده وتعمله لايك دلوقتي وتتعلم منه حاجه تفيدك، لكن فكره ان انت تقعد تسكرول كده وخلاص في السوشيال ميديا دي مش حاجه مفيده اطلاقا، بل بالعكس هي بتسرق منك وقت كبير قوي. بص على الاون سكرين تايم بتاعك بتاع الموبايل وشوف انت بتهدر قد ايه كل يوم من يومك. ابتدي اعمل اورجانيزيشن لحياتك ورتبها، ده هيقلل الاسترس بشكل كبير. احنا ما نقدرش نقضي على الاسترس تماما. الاسترس هو حاجه مفيده في حياتنا وهي اللي بتدفعنا ان احنا نتحرك، لكن احنا بنحاول ان احنا نقللها ونبقى
في الباراسمباثيك ستيت اللي هو بتاعه الريست اند دايجست اغلب الوقت، وهعمل لكم فيديوهات كتير قوي بتتكلم عن الموضوع دوت. فانت محتاج ان انت بالبلدي كده تبقى شخص منظم. اخر حاجه هي اللايف ستايل كله بتاعك عامل ازاي اوفر اول. اللعبه دي هي لعبه لايف ستايل، سواء كان في الاكل، سواء كان في العادات بتاعتك اليوميه، سواء كان في التمرين الى اخره. فانت محتاج ان انت تبص على اللايف ستايل بتاعك، هل اللايف ستايل ده بيتماشى مع اللي انت عايز تحققه ولا لا. فكره ان انت تفضل كل يوم سهران بره، نومك متاخر، بتاكل بره طول الوقت، بتشرب، وفي ناس كتير بتشرب، خلينا نبقى واقعيين وبنتكلم بشكل واقعي، سواء كان الشرب ده ايا كان ايه نوعه، يعني مش مجالنا او مش يعني مش الحاجه اللي احنا عايزين نخوض فيها. ده لو انت شايف ان هو برودكتيف بالنسبه لك وهيساعدك ان انت فعلا تنتج اللي انت عايز تنتجه، فيعني اعتقد ان انت محتاج تعيد حساباتك بشكل كبير قوي. انت محتاج ان اللايف ستايل بتاعك كله يبقى متماشي مع اللي انت عايز ان انت تحققه. وده طبعا لعبتنا بقى في الاونلاين كوتشنج، ان احنا ازاي ناخد اللايف ستايل بتاع الشخص وندخل جواه العوامل التانية اللي اتكلمنا فيها كلها، لان اللايف ستايل هو اللي بيوصل كل العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دي ببعض. لان انت لو نومك باظ واكلك باظ، الريكفري بتاعك باظ، قدرتك على بناء العضلات باظت، قدرتك على التمرين هتقل، هتلاقي ان كل حاجه داخله في بعضها. فالاسترس هو اللي بيشبك كل العوامل دي في بعضها عشان يديك في الاخر النتيجه اللي انت بتحاول تحققها. اللايف ستايل قصدي هو اللي بيعمل الكلام ده. فاذا لو انت اللايف ستايل بتاعك مش متماشي مع اللي انت عايز تحققه، مش هتعرف ان انت تطلع ال 100% بتاعك في كل حاجه. وانت محتاج ان انت تطلع ال 100% بتاعك في كل حاجه. مش بقول لك احرم نفسك من كل حاجه، لكن قلل الحاجات دي بشكل كبير قوي، وخليك عارف ان انت لما ما بتحققش اللي انت عايز تحققه هو نتيجه الافعال اللي انت بتعملها بشكل يومي. فاذا انت محتاج ان انت قدر المستطاع تخلي اللايف ستايل بتاعك كله متماشي مع اللي انت عايز ان انت توصل. الخمس عوامل دول لو انت مسكت كل عامل فيهم وابتديت ان انت كده تدور على النقط اللي واقعه منك فيهم وتكتبها بايدك زي ما قلت لك في اول الفيديو، هتلاقي ان انت لو حطيت اكشنبل بلان بقى تطبقها عشان تعالج المشاكل دي، قدرت ان انت فعلا توصل لاعلى درجه ممكنه من قدرتك على ان انت تجيب الجيناتيك ليميت بتاعك، تجيب اخرك في كل حاجه. اتعلم تنظم حياتك وتعلم ان انت تتراك الكلام ده بشكل ممنهج. طبعا لو انت حابب ان حد يساعدك في ده تقدر ان انت تبعت لي مسج، هتلاقي الهاندلز تحت بتاعت الانستجرام، وانا اساعدك ان انت تتراك الكلام ده بشكل افضل، لان ده شغلتي، يعني ان انا ابتدي ان انا اميجر كل اسبكت من الحاجات دي بشكل كلوز جدا جدا جدا، عشان اقدر ان انا اشوف كل حاجه فيهم محتاجه ان هي تتحسن ونحسنها بشكل يومي، عشان تقدر ان انت توصل للماكسيمم بوتنشال بتاعك باقل ايفورت ممكن او باقل ويست ممكن. لان من الاخر كده الاونلاين كوتشنج ما بيسهلش عليك المجهود او ما بيقللش المجهود اللي انت بتعمله، لكن هو بيقلل ان انت من الاخر كده تهدر المجهود بتاعك. لان انت لما بتبقى ماشي في مليون سكه هتوه ومش هتعرف توصل لاي حاجه، وفي الاخر هتلاقي ان انت هدرت المجهود بتاعك على الفاضي وعمال تلف في دايره مغلقه. فطبعا يعني اتمنى ان في نهايه الفيديو يكون الكلام دوت كلام تقدر ان انت تطلع منه بحاجات مفيده تساعدك فعلا في خلال الفتره الجايه. ولو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك ولا شير للفيديو اتمنى انك تعمل ده. ولو عندك اي استفسار او اي سؤال خاص باي نقطه من النقط اللي انا اتكلمت فيها سيبه لي في الكومنتات تحت. وطبعا كالعاده بحب اسمع مقترحاتكم للفيديوهات برضو، سيبوها لي في الكومنتات تحت. كان معاكم دولا من دولاس فيتنس جايد، واستنوني في الفيديو الجديد.